اهلا بكم متابعين قناه مزايا. معاكم ابو كنز النهارده في حلقه جديده. احنا النهارده في المنصوريه في الهرم. النهارده هنتكلم عن الاقامات، حاجه غريبه شويه عننا. دايما لما بنخش مزرعه بنلاقي فيها اقامه، بنلاقي فيها جوازات، بنلاقي فيها انتاج، بتبقى مختلفه. النهارده لا، احنا دخلنا مزرعه خاصه بالاقامات بس، عند كابتن حسين كايد في المنصوريه في الهرم. هنفهم منه الدنيا هنا عامله ايه، وهنشوف الدنيا بقى جوه عنده في البوكسات. يا ترى الكلب وهو عنده في الاقامه بيبقى عامل ازاي؟ الكلب متبهدل، الكلب مظبوط، البوكس نفسه مساحته قد ايه، نظافه البوكسات، المكان عموما كله على بعضه. وهناخد منه عروض بقى، وهنعمل حاجات كده 100 100. يلا بينا. ورجعت لكم تاني مكملين معاكم يا جماعه على قناه مزايا. معاكم ابو كنزي. احنا النهارده عند كابتن حسين كايد. النهارده هنتكلم زي ما قلنا عن الاقامات. النهارده الموضوع هنا كله اقامات بس، حلقه غريبه شويه على القناه، اول مره نتكلم في ان حاجه اقامات بس. طول الموضوع عندنا بيبقى اقامات وجوازات وانتاج وكل التفاصيل. هنا الموضوع محدد، هنا اقامات بس، ولكن في يعني حاجه طفره كده غريبه شويه في الموضوع هنا. الدكر ده هو ده. الاول احنا هنسلم الاول على الاستاذ حسين. اهلا بيك يا باشا. عامل ايه؟ شرفت بيك يا كبير والله. شرف ليا والله حبيبي، ربنا يبارك لك. نورتنا والله. تسلم، ربنا يبارك لك حبيبي. احنا عرفنا هنا ان انت الموضوع عندك هنا اقامات بس، تمام؟ بالظبط. هنتكلم في الاقامات بس احنا الاول نشوف الموضوع الغريب ده شويه اللي انت قلت لي ده حبيبك ده. ده كلب انا بقى شخصي حبيبي يعني. تمام. ماكسيموس كينج كورسو هو. تمام. زي ما انت شايف كلب عسول جدا، لطيف جدا. ربنا يبارك حبيبي. ده انت قلت ممكن تجوزه بره، صح؟ ده بيطلع جوازات، بيتجوز جدا. تمام. وقلت لي انت عندك اصلا ميتشي اصلا دي برضو بتاعتك انت ده؟ عندي 2 فيميلز كينج كورسو برضو. تمام. دول اصلا بتطلع منهم جراوي اللي بتبيعهم اصلا بره ولا الموضوع ايه؟ بالاساس يعني بنطلع منهم جراوي، وماكسيموس بيتجوز لو في حد عنده فيميل لطيفه كده كويسه بيتجوزها برضو. تمام. بس ده مش اساس المزرعه، الموضوع بالنسبه لك هنا لا؟ الاساس عندنا هنا احنا بادئين البيزنس نفسه على اساس الاقامات. تمام كده. بس انت عارف طبعا انا يعني صاحب المكان، والاقامات دي بقى كلابي الشخصيه يعني. الله ربنا يبارك. طب انت بالنسبه لك الاقامات هنا بتتحدد سعر الاقامه على بناء على حجم الكلب ولا نوعه ولا الموضوع ايه؟ لا والله، هو الموضوع ما بيفرقش معانا موضوع حجم الكلب خالص يعني. تمام. ولا النوع بيفرق معانا، لان بنعمل كل الكلاب زي بعض، كبير زي صغير، فما بيفرقش حاجه في الاسعار خالص يعني. تمام. طب بالنسبه للاسعار بقى الدنيا ماشيه ازاي؟ احنا عندنا السعر بيبقى فيه الاقامات اللي بتبقى مده طويله شويه، دي بنعمل لها تخفيض وبنعمل لها سعر كويس جدا، لان في ناس، انا عندي في ناس سايبه كلاب بقى لها 6 شهور وبقى لها 7 شهور، وفي يعني كلاب بقى لها اوقات طويله. تمام. دي بتقعد بسعر خاص طبعا، لان هم بنعتبرهم بقى كلابنا خلاص معانا على طول يعني. لكن غير كده في الكلاب اللي جايه في اوقات قليله بتبقى الاقامه في رينج ال 100 120 في الرينج ده. تمام. اليوم 100 120. طيب احنا عاملين السعر ده كمان شامل الوجبه، شامل الرعايه بالكلب، شامل كل حاجه. ايوه، رعايه طبيه وكل كل الحاجات. تمام. طب بالنسبه بقى لقناه مزايا، ان شاء الله احنا صورنا معاك هنا، وعايزين بقى يتعمل لنا برضه تخفيض للناس اللي هتيجي عن طريقنا. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل لهم 25% لاي حد جاي عن طريق حضرتك. حبيبي تسلم، ربنا يبارك لك. ده سواء مده قصيره او مده طويله. مده قصيره، مده طويله. هيبقى اكتر كمان شويه. هيبقى اكتر بكتير. طب ربنا يبارك يا باشا، على بركه الله. ان شاء الله في خصم هيبقى يعجب الناس ان شاء الله. احنا مكاننا هنا فين الاول؟ احنا هنا في الهرم في المنصوريه. يعتبر اسمه شارع ابو الهول يعني. شارع ابو الهول. تمام. طب احنا عايزين رقم تليفونك عشان برضه نحتاجه للناس. ماشي. رقم الخاص هنا بالمزرعه 0155 158 10 12. تمام. المزرعه يا جماعه زي ما قلنا هنا قايمه على الاقامات. انا بقى هقوم دلوقتي، يعني احنا يعني خلصنا كلام تقريبا عن ماكسيموس. تمام. هو عنده قد ايه الاول؟ ماكسيموس عنده 4 سنين. 4 سنين. ده مستورد ولا محلي؟ مستورد اصلا. مستورد ايه؟ الماني. ما شاء الله، الله اكبر. تمام. تقريبا كده خلصنا كلامنا عن ماكسيموس. هنخش دلوقتي، عايز افرجكم بقى على موضوع الاقامات هنا، او بما ان الاقامات هنا او المزرعه قايمه على الاقامات بس، فلا بد ان احنا نشوف المكان بقى، نوري الناس الدنيا ماشيه ازاي هنا. بوكس كده بالانواع اللي موجوده، برضه هتبص عليها الشكل العام بتاعها عامل ازاي في المنظر هنا. هنعرف بقى الراجل ده بيعمل ايه مع الكلاب، وهي عنده اقامه مده طويله او مده قصيره، والعروض اللي عملها معانا ديت هيبقى ليها ساعه، هيبقى ليها لازمه ولا لا. نعرف دلوقتي قدامكم. يلا بينا. مكملين معاكم يا جماعه. احنا النهارده في مزرعه دوجزيلا عند كابتن حسين كايد. هنفرجكم بقى على شكل المزرعه دلوقتي. احنا قعدنا مع كابتن حسين، اتكلمنا شويه عن ماكسيموس، موضوع بسيط كده ما طولناش عليكم. احنا بقى الاهم بالنسبه لنا هنا ان احنا نفرجكم على شكل البوكسات، على شكل الكلب، وهو يعني بعد ما بيستلم الكلب من العميل
بيعمل ايه مع الكلب. تمام. الكلب بيبقى منظره عامل ازاي هنا. احنا على فكره والله احنا جايين فجاه كده، دخلنا على الراجل كده فعلا. فبصراحه احنا هنكتشف كل حاجه دلوقتي قدام الناس. تمام. احنا يا باشا شرفنا بيك الاول والله. انا الشرف ليا والله، حبيبي. انتوا نورتونا. ربنا يبارك لي فيك يا كبير، تسلم حبيبي، ربنا يعزك. هنبص بصه كده على البوكسات جوه. تمام. وهستاذنك هتقول لي مثلا الكلب ده بقى له عندك قد ايه. تمام. تمام. ماشي معاك ازاي. احنا اللي خدنا بالنا منه ان الكلاب كلها هنا طبعا يعني حسيتها مؤدبه شويه. احنا هنا اغلب الكلاب ما بتبقاش شرسه، كلاب جايه اقامات بقى جايه، فكلاب لطيفه كلها يعني، اغلبها كلاب لطيفه وكيوت جدا. تعالى يعني. اتفضل، تعالى يا باشا كده. نبدا بهنا كده. تمام. احنا يا جماعه عشان احنا بس جينا في الليل فالراجل عمال يظبط لنا الاضاءه، كتر خيره. تعالى يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا من هناك كده. تعالى يا باشا. هو زي ما حضرتك شايف هنا كده التنديم. احنا بس نجيب الكاميرا تيجي دول مايلو وكيوي. تعالى كده. كيوي دي سكر جدا، ده مايلو من بيت. احنا زي ما انت شايف معتمدين جدا على حجم الكيدج، يعني الكيدج عندنا ده 2 متر ونص في 2 متر، بحيث ان الكلب يبقى قاعد الوقت اللي هو قاعد فيه في بيته مبسوط مرتاح، في مساحه كويسه يتحرك. دول بقى لهم قد ايه بقى في الحكومه هنا؟ مايلو وكيوي بيجوا في الشهر مثلا، يجوا يقعدوا معانا اسبوع 10 ايام يغيروا جو عندنا. ده متعودين يعني؟ متعودين. كل شهر موجودين معانا على طول يعني. تمام. ومن اوائل الكلاب اللي جت معانا في المكان يعني. طيب خلينا دي ريانا دول برضو جايين مع بعض من بيت واحد، هم عساسين جدا. هنا بقى لهم معانا حوالي شهر، هم قاعدين معانا 6 شهور لان اصحابهم مسافرين. تمام. هنا الرعايه البيطريه موجوده. عندنا اشراف بيطري، بيجي دكتور يومين في الاسبوع. الوجبات عندنا بنهتم بيها جدا. الوجبه عندنا اقل وجبه للكلب وزن كيلو، براحته خالص بياكل. الوجبات كلها فريش مفروم مستوي، بنجيبها بنعملها بايدينا يعني عشان الكواليتي بتاعها نبقى ضامنينه كمان. تمام. ده ايه بقى؟ ده الاستاذ ريو. ريو ده حبيبي يعني. يا ريو جميله. ده مش القامه ده بتاعك؟ ريو ده بتاعي برضه. ريو من ده كلب من كلاب كابتن حسين. صح كده؟ بالظبط. ده عنده قد ايه ده بقى؟ لا معايا على طول بقى. ده عنده قد ايه؟ هو عنده 3 سنين. تمام. انت صاحبه بيدفع فلوس ولا ما بيدفعش ولا ايه؟ صاحبه بيدفع ولا بيدفعش؟ لا ده هو اللي بيدفع لنا فلوس. ريو صاحب المكان تقريبا. تمام. يا ريو، ايه يا كوكو. تعالى بقى نكمل. ندخل في صف تاني هنا كده الناحيه التانيه. في العنبر التاني. تعالى اتفضل. تمام. تعالى. وعندنا هنا ده طبعا في ملعبين بره، لازم الكلاب طول اليوم تبقى بره. اغلب الوقت الكلاب بتخرج في المساحه. احنا طبعا مدخلينهم دلوقتي عشان احنا بنصور معاكم، بس احنا طول اليوم في كلاب عندنا بره بتلعب. بنعتمد على الفكره دي. الكلب لازم يخرج اغلب الوقت، طول اليوم بيلعب بيتحرك، ما يبقاش محبوس خالص يعني. طول الوقت. هنستأذن. احنا شفنا ان في هنا كلب بلدي. ده نوتيلا ده عسل جدا. تمام. كلب بلدي امور خالص. هي نوتي، هي نوتيلا. ودي بيلا اللي معايا على طول، صاحبته دايما. هي دي بلدي اصلا؟ صح. ده بلدي صح؟ بس يا نوتي عيب. ده بقى له قد ايه هنا؟ نوتيلا بقى له عندنا حوالي 3 شهور. ومقيم عندنا شبه اقامه دايما، وصاحبته دايما لان هي شغاله في المجال الطبي، دكتوره، مشغوله اغلب الوقت. بتيجي بقى تقعد معاه هنا، يعني بتجيبنا تقعد معاه وتتفرج عليه وتلعب معاه، يروح معاه البيت مثلا 3 4 ايام ويرجع يجي يقعد تاني وهكذا. هي نوتيلا عيب مالك يا اختي متنرفزه ليه؟ هم حد واحد؟ لا نوتيلا وبيلا بتوع 2 بس، هم اصحاب بقى. هم على طول مع بعض، بيخرجوا مع بعض، يلعبوا مع بعض، بيباتوا مع بعض. بيزعلوا جدا لو بعدوا عن بعض. باجزي ولولو. تمام. دي بتاعتك انت صح؟ لا لولو دي اقامه برضه.
بقالهم قد ايه دول؟ ايه يا لول؟ هم دول بقى لهم عندنا 5 ايام، مده الاقامه قاعدين عندنا 10 ايام، وبيجوا برضو بشكل دوري يعني. ايه يا لول؟ ايه يا حلو؟ دي بارزي انجلش بولدوج اهي. طبعا فرق، انا مسميهم لوريل وهاردي. بص القلبوز القصير. يا لول. طبعا هو دي كلها عشان هم عايزين يخرجوا، هم متعودين اول ما بندخل يخرجوا يلعبوا معانا. هنخرجهم برضه، هنوري الناس اللي بره الممشى في المدينه عامل ازاي. ايه؟ ليو. تمام. ليو قاعد عندنا بقاله شهرين. المفروض ان هو هيمشي قريب يعني كمان اسبوع كده تقريبا. بقاله شهرين معاك هنا؟ بقاله شهرين قاعد معانا. ما شاء الله. كلب كيوت جدا وهادي جدا وطبعه لذيذ موت، وبيخرج يلعب مع الكلاب كلها. ما شاء الله. دول اسمهم ايه؟ جولدن جوتشي وجوليا. حد واحد ده؟ الاثنين اخوات اصلا. بتوع صاحب واحد برضو. تمام. ودول برضو بشكل يعني ما بيعديش شهر غير لازم يجوا يقعدوا عندنا 5 ايام 6 ايام اسبوع. بيبقوا جايين المكان، عايز اقول لك بيبقوا فرحانين جدا يعني. صاحبتهم بتتفرج عليهم وهم جايين نازلين معانا جري. احنا بنروح ساعات نجيب كلاب من يعني عندنا خدمه توصيل كمان. ما شاء الله. فبنروح نجيبهم يجوا يقعدوا معانا يقضوا وقتهم، يقعدوا يومين 3 ساعات، يقعدوا اسبوع وبيرجعوا تاني. تمام. ما شاء الله. سلطان وسماره احلى 2 رويال بلاك ودمهم زي العسل برضه. ما شاء الله. ايه يا سلطان، ايه يا سمار، ايه يا غوتشي، ايه يا واحد برضه؟ دول صاحبهم واحد، هم الاثنين اخوات. صاحبهم جاله سفر كده لمده 5 شهور 6 شهور. دور وسال في اماكن كتير جدا، الحمد لله ناس دلته علينا قالت له ان الناس دي الاقامه عندها مستواها عامل ازاي والرعايه والمعامله عندهم. تمام. وبقوا خلاص قاعدين هم بقى لهم تقريبا حوالي 3 اسابيع، ومده اقامه قاعدين لحد 5 شهور 6 شهور. ما شاء الله. تمام. ماكسيموس اللي كان بره معانا. اتفضل. ده الكلب الشخصي يا جماعه بتاع كابتن حسين. ايه يا كوكو. تمام. سلطانه دي عسليه موت برضه. ايه يا حلو ازيك. دي اقامه بقى لها قد ايه؟ اقامه عندنا برضه بقى لها فتره طويله 3 شهور تقريبا. تمام. ايه يا نون، ايه يا كمين. جيسي دي كونكورسو. دي بتاعتك انت؟ دي بتاعتي انا. حسيت كده. هي دي عندها قد ايه دي؟ دي عندها حوالي 5 سنين. ما شاء الله. تمام. ليه ازيك يا حلو، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ دي اقامه بقى لها قد ايه معاك؟ دي بقى لها معانا حوالي اسبوعين. تمام. ليه يا بيتبول، كلبه زي السكر يعني. ما شاء الله. روكي جيرمان. تمام. روكي بيجي بيقعد عندنا برضو مدة طويلة. ولسه جاي اول امبارح، مدة اقامة عندنا يقعد شهر. تمام. برضو الحمد لله يعني صاحبته ودته اماكن تانية كتير، بعدين جت جربتنا هنا كده اسبوع. يعني هبقى اوريك التقييم بتاعها لينا عامل ازاي على الصبح. قالت لنا ان هو وزنه زاد عندنا، مهتمين بصحته جدا غير اماكن تانية كانت ودته فيها يعني. تمام. وبدأ بقى يجي لنا على طول، هي كل 2 3 تسافر تجيبه يقعد معانا. تمام. بيري دي اقامه علاجيه شويه، لان هي زي ما انت شايف خاسه كده وبتاع. احنا لسه جايه لنا يعني بقى لها 3 4 ايام. المفروض ان احنا نهتم بيها شويه وتغذيتها، والدكتور عندنا هنا جه كشف عليها واشرف. دي لسه جايه اصلا؟ ايه؟ لسه جايه؟ بقى لها 3 4 ايام. تمام. ما شاء الله. ايه يا لولو، ايه يا حلو، اهلا. برضو زي ما انت شايف احنا فكره ان يعني الكيدج هنا مساحته حوالي 1.5 متر في 1.20 متر تقريبا، برضو مش مساحه صغيره. واحنا طبعا طول الوقت الهدف بتاعنا اساسي الكلاب تطلع تلعب طول الوقت، تحس نفسها تفك نفسها وبتاع. لان احنا يعني عندنا فكره الكلب لما بيجي اقامه
كفايه ان صاحبه بيتخانق عنه، يعني هو صاحبه لقى نفسه في مكان غريب وسط كلاب غريبه وصاحبه مش موجود، فالمقابل بتاع ان احنا بنحاول نعوضه عندنا نفسيا بقى، ظبطنا نفسيته، يطلع يلعب يتحرك يلعب معانا، لدرجه في كلاب يعني من الحالات الغريبه اللي حصلت عندنا ان في كلاب بعد ما جت صحابها ومشيت صحابها اشتكوا. طب اشتكيتوا من ايه؟ ان الكلب لما رجع البيت اكتئب. طب عشان الدنيا هنا كانت يعني طب احنا نعمل ايه؟ طيب انا الكلب كان عندكم مبسوط ورجع البيت مش زعلان مننا ومش طايقنا وعايز يرجع تاني. طيب طب انت قلت لي ان انت عندك بيج على فيسبوك صح؟ باسم المزرعه باسم دوجزيلا. البيج باسم دوجزيلا. بيوصل لك عن طريق البيج يكتب ايه على ايه؟ هو يعمل سيرش بس على دوجزيلا على جوجل، على جوجل يكتب دوجزيلا بارك او على جوجل ماب دوجزيلا بارك، تمام، يظهر له اللوكيشن وتظهر له الصفحه، تمام. وزي ما احنا قلنا ان في عرض خاص هيبقى حاجه يعني بص يعني يجي بس يقول ان هو من طرف حضرتك ومن طرف القناه وهنعمل له خصم كبير جدا يعني ان شاء الله باذن الله. يعني انا قلت قايل لك في اللقاء في الاول 25%، لا هيبقى اكتر من كده كمان. حبيبي تسلم لي والله، كفايه ان هو ينورنا من طرف حضرتك يعني. الله يخليك. طيب احنا عايزين بقى نوري الناس في اخر الموضوع، احنا الاول عايزين رقم التليفون. تمام. نقوله للناس تاني معلش. ماشي. قول لي رقم التليفون. 0155 158 10 12 155 158 10 12. هنوري الناس بقى جزء صغير كده، نطلع مثلا كام كلب نوريهم وهم بيمشوا في الملعب، تمام؟ وهم بيطلعوا يلعبوا على الملعب عامل ازاي بالظبط. تمام. تعالى خليكم معانا يا جماعه مكملين معاكم. احنا هنطلع كده في الملعب نوريكم بقى شكل الكلب وهو في الملعب عامل ازاي. الكلب اصلا متعود، الكلب احنا مش يعني الراجل مش بيقول كلامه خلاص فعلا. الكلب هيخرج عارف هو بيجري ازاي وبيلعب ازاي، وعارف ان هو بيدخل على خالص. تمام صح كده. هنوري الناس دلوقتي يعني خليك كده بعد اذنك خالد، خليك على مصدر الكاميرا على الباب والكلب خارج بيعمل ايه. بص انت يا هشام افتح بس الباب ده وافتح لبيلا ونوتيلا خليهم يخرجوا علينا على طول. سلطان الاول. ايه؟ سمارة سلطان. ماشي خرجهم يلا. ايه يا لولا يلا تعالى. سلطانة. راح ما تزعلش. الكلاب خارجه عارفه هي خارجه تتطبق، خارجه تلعب، ده وقت الفسحه. بالظبط. ايه يا حلو، ايه يا طمير، ايه يا نن. الكلاب دي يا جماعه كلاب اقامات اصلا يعني، بس ما شاء الله الله اكبر يعني، هو اكتر راجل مراعي ربنا في المكان. احنا بنوزن الكلب اول ما بيجي عندنا واخدين عهد كده على نفسنا ان الكلب يطلع وزنه اكبر ما شاء الله. يعني الموضوع الاكل طبعا والاهتمام والرعايه الصحيه. الجرومنج ده تصريح يومي، يعني اي كلب لونج هير لازم يطلع الصبح في الشمس ويتمشى في الشمس ولازم ياخد التسريح بتاعه والتمشيط بتاعه كل يوم يعني. انت قول لي كده معلش تاني، موضوع الاكل بتعمله ازاي او اكل ايه عباره عن ايه عندك؟ الاكل عندنا بنعتمد على الاكل يكون مفروم مستوي فريش. بمعنى ان احنا بتبقى نسبه البروتين في الوجبه حوالي يعني 55 ل 60%. بيبقى في جزء نشويات بقى عباره عن خضار وعباره عن رز، وفي نسبه كبده بتبقى حوالي 5% 10% من ضمن الوجبه. بتدي انت فيتامينات والكلام ده، علاج ادويه الكلام ده باستمرار؟ بنتابع الكلاب، لقينا اي كلب محتاج او صاحبه قال انه محتاج بنديله فيتامينز طبعا على طول. وفي ساعات في فيتامينز معينه بتزودها في الوجبات. ولو في كلب جاي رعايه يعني في كلاب بتيجي مخصوص صاحبها بتبقى خاسه شويه بنحط لها فيتامينز تزود هرمونات تزود جسمها في نعمل. حديثنا كان عايز اوري الناس الكلب البلدي هو ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه نوتيلا. طلع دول نوري الناس نوتيلا عامل ازاي في الملعب. الكلب بيجري كانه ولينو، فيعني نوري الناس ما شاء الله عليه يعني. سلطان سماره. يلا يلا تعال تعالي جوه يلا 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 جوه. اوريكم يا جماعه دلوقتي ده كلب بلدي اسمه نوتيلا، ده جاي اقامه. الكلب مش بيخرج، هو الكلب تحسه. افتح بقى النوتيلا وهيجي لي على هنا على طول. مشكله في نفسه شيك قوي يعني، هفرجكم عليه دلوقتي. نوتيلا يلا يلا اهلا 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 اهلا. ايه يا حلو ايه يا حلو كلب بلدي. ايه يا حلو.
ايه يا جميله، ازيك؟ منور منور يا حلوه، ازيك؟ ما شاء الله الله أكبر. متلة يا سكر. الكلب خارج مبسوط وخارج عارف ان هو هيتنطط وهيلعب. بص يلا. فرحان جدا. يلا يلا هي لولا جميل، هي لالا. جميل ما شاء الله. لا بص جميل جدا، هو فعلا فعلا اه يعني انا لما شفته هو مالينو يعني رشاقه المالينو، انت فاهم؟ أيوة. وكلب في الحراسه حلو جدا، بيركز مع اي صوت معانا هنا، اي حد غريب يركز فانا برضو دي دعوه ان الناس تربي كلاب بلدي. أيوة. يعني انا شايف ان الكلب بلدي كلب جميل وكلب اصيل وكلب كل طباعه حلوه، وكلب طبعا مستوى الصحه بتاعته بيبقى كويس جدا طبعا. يعني كلب عنده مناعته لا مناعته قويه. قوية. مناعته جامده جدا. واحنا بنعمل كمان عشان حضرتك تبقى عارف اصلا اي كلب بلدي ليه ديسكاونت. يعني اي حد مربي كلب بلدي وعايز يجيبه اقامه فتره بنعمله ديسكاونت وبنعمله معامله خاصه جدا مختلفه عن اي حد تاني. حلو قوي ما شاء يعني احنا الله. عايزين نشجع الناس ان هي تربي برضه كلاب ايوه صح بلدي يعني. صح تمام جميل. هي بل هي لول. يلا ما شاء الله ربنا يبارك فيكم ان شاء الله. ما شاء الله عليكم. الله يخليك. طيب. يا لئيم يا حسين. احنا يا جماعه تقريبا شبه خلصنا كده تصوير عند كابتن حسين. وريناكم الموضوع اللي كمان هنا، فهمناكم التفاصيل زي ما انت فهمناكم التفاصيل. قلنا رقم تليفون كابتن حسين تمام. عرفنا العنوان. ان شاء الله رب العالمين اللي هيجي هيبقى ان شاء الله ليه خصم وهيعجبه. صح كده؟ طبعا طبعا والله واحنا اتشرفنا جدا والله بزيارتكم النهارده، انتوا نورتونا يعني انت عارف. يعني انا كمان ايه، انتوا جيتوا لنا على فجأة بس احنا مبسوطين. انتوا جيتوا على فجأة شفتوا المكان على حبايبنا جاره، فقلت له عايز اخش اصور عند الراجل ده تقصدوا لي. الراجل كلمه بصراحه ما تاخرش عني. لا لا قال لي يا باشا مكانك تنور الدنيا حبيبي يا باشا ربنا يخليك. تحت امرك. الله يبارك لك. كنا النهارده عند كابتن حسين كايد النهارده في المنصوريه. المنصوريه احنا طريق ابو الهول. طريق ابو الهول تمام. تمام. بس احنا يعتبر على المنصوريه الرئيسي، يعني بيننا وبين الشارع الرئيسي مفيش 100 متر. في طريق ابو الهول يعتبر بيسموه برضو طريق ابو الهول السياحي. تمام. العنوان معاكم، رقم التليفون معاكم. ان شاء الله اللي هيجي هيبقى مبسوط يعني. الدنيا هتبقى كويسه. الدنيا تعجبكم. النهارده كنت معاكم ابو كنزي، كنت على قناه مزايا. خلاص هنكت انا مصور اكتر من حلقه النهارده بس نورتنا والله نورتنا. كنت معاكم ابو كنزي على قناه مزايا. كنا عند كابتن حسين كايد النهارده. مزرعه خاصه بالاقامات، مزرعه دوجزيلا. صفحه دوجزيلا برضو هتخشوا تبحثوا عنها على جوجل هتلاقوها. عوزتوا اي حاجه من كابتن حسين راجل موجود وبيرحب باي حد بيروح ينور الدنيا. اي حد سلام. بس يقول انه من طرف استاذ ابو كنزي. حبيبي ربنا يخليك. تسلم لي والله. شرف ليا والله. انا دخلت المكان ده وقعدت مع الراجل المحترم ده. حد فعلا من الناس اللي مش موجوده يعني. تسلم لي مش تعبتك معايا والله. والله لا تعبت. ربنا يعزك. ربنا يعزك. كنت معاكم ابو كنزي على قناه مزايا. سلام.